بسم الله والابن والروح القدس الإله واحد آمين. وحدث بعد هذه الأمور أن امرأة سيده رفعت عينيها إلى يوسف وقالت اضطجع معي، فأبى، وقال لامرأة سيده هوذا سيدي لا يعرف معي ما في البيت، وكل ما له قد دفعه إلى يدي، ليس هو في هذا البيت أعظم مني، ولم يمسك عني شيئا غيرك لأنك امرأته، فكيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ وكان إذ كلمت يوسف يوما فيوما لم يسمع لها أن يضطجع بجانبها ليكون معها. ثم حدث نحو هذا الوقت أنه دخل البيت ليعمل عمله، ولم يكن إنسان من أهل البيت هناك في البيت، فأمسكته بثوبه قائلة اضطجع معي، فترك ثوبه في يدها وهرب وخرج إلى خارج. وكان لما رأت أنه ترك ثوبه في يدها وهرب إلى خارج أنها نادت أهل بيتها وكلمتهم قائلة انظروا قد جاء إلينا برجل عبراني ليداعبنا، دخل إلي ليضطجع معي فصرخت بصوت عظيم. وكان لما سمع أني رفعت صوتي وصرخت أنه ترك ثوبه بجانبي وهرب وخرج إلى خارج، فوضعت ثوبه بجانبه حتى جاء سيده إلى بيته، فكلمته بمثل هذا الكلام قائلة دخل إلي هذا العبد العبراني الذي جئت به إلينا ليداعبني. وكان لما رفعت صوتي وصرخت أنه ترك ثوبه بجانبي وهرب إلى خارج. والسبح لله دائما أبديا آمين. في الحلقة اللي فاتت كلمنا عن الحب في حياة يوسف. كان إنسانا محبا، فعندما أوصاه أبوه أن يذهب ليفتقد سلامة إخوته لما لم يجده في شكيم لم يهدأ، كان إلى حد شكيم يكون قد نفذ وصية أبيه ويذهب إليه ويقول لم أجده، ولكن الحب الذي في قلبه جعله يبحث عنهم حتى رآهم في دوثان، وهناك امتلأت قلوبهم بالحسد حتى أنهم وضعوه في الجب كما تحدثنا في المرة الماضية. كان الحب القاعدة الأساسية في حياة يوسف. إنه لم ينتقم من إخوته ولم ينتقم من زوجة بوتيفار عندما صار الوزير الأول لفرعون. وهذا يبين لنا الخلفية لانتصاره في التجربة، أن الناس التي لمست قلوبهم محبة الله لا يسقطون، ولكن القلوب المتحجرة التي تعيش في كبرياء ذاتها هي التي تسقط. كانت التجربة قاسية جدا. يوسف شاب جميل ممتلئ حيوية، زوجة بوتيفار أيضا كانت امرأة جميلة لا شك في هذا، وكانت هناك دعوة إلى السقوط والزنا. كان عبدا مسكينا ليس معه أحد، والتجربة ضاغطة عليه. إن لم يقبل هو يعلم كيف سيعاقب، وإن قبل فلا أحد سوف يعرف، لأن هذا سيبقى سرا بينه وبين المرأة، ولكنها ستكافئه بالمقاييس البشرية. كان يوسف يجب أن يسقط وهو معذور، فداود
كانت له زوجة وكان ملكا وكان متناعما، وهو الذي سعى إلى الخطية. أما يوسف فالخطية هي التي سعت إليه. إذن بالنسبة للمقاييس البشرية يوسف أعظم من داوود، ولكن النعمة الشبع الداخلي هو الحل. إن يوسف لم يستطع إطلاقا أن يكون سيدا، ليس لأجل هدف اجتماعي فقط، وهو هدف كريم أن الإنسان يكون حريصا على البيت الذي اؤتمن عليه. أذكر في ضعفي أنا الخاطئ المسكين إن أنا لما كنت مدرس أول في النموذجية كان لوقت كثيرة تسافر برا تعمل صفقة أسلحة لعبد الناصر وغيره، فكان يجي اللي يقول لي يا أستاذ فلان البيت مفتوح لك أنت بس، تشرف على الأولاد وتدخل وتطلع. الوحيد وكان عميد وكان عقيد، كان يتمنوا انهم يدخلوا البيت بس يقفوا على الباب، وانا كنت ادخل واطلع وادخل الى داخل البيت الى اعماق البيت واخرج منه وانا اشكر الله الهي الذي اعطاني هذه النعمه، ولم اخن فيها احد اطلاقا ولا بالنظر، لان النعمه التي لنا في المسيح يسوع تغطينا. فهذا هو الهدف الاجتماعي. ولكن ايضا إن يوسف عبر عن السبب في عدم السقوط، أنه ليس فقط أنه يرفض أن يكون سيده، ولكن قال كلمته كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ لمين؟ وأخطئ الله. يعني إذا في هدف روحي، في هدف سماوي، مش هدف اجتماعي هذا. الله اللي قدامه ازاي يجعله؟ خطية كانت شديدة، تجربة كانت قاسية، والمرأة كانت لئيمة وخبيثة وعرفت تحبكها ورمته في السجن. ممكن أول الإنسان لغاية كده يقول يا عيني يا حسرة، أدي رجال الله كويسين يترموا في السجون. الأغبياء يقولوا ما يستاهلوا، والودعاء والقديسين يقولوا لا، دول ما يستاهلوش انهم يتسجنوا، دول بركة العالم، ولكن ربنا حطهم في السجن علشان ليه قصد عجيب يمكن احنا مش عارفينه. في حاجة يا أولادي عند ربنا اسمها المحول، قلت لكم عليها في الأسبوع اللي فات بسرعة كده. المحول زي الأجهزة اللي جبتها من أمريكا زمان، 110 طيار، وهنا الطيار 220، ففي كونفرت محول يدخل منه 110 يطلع 220. لازم ووصي واكتب ان هذا الجهاز 110 علشان اللي يستعمل المونيتور التلفزيون او يستعمل الكاميرا او يستعمل اي حاجة ياخد باله انه لازم يمر على على المحول، والمحول يحول ويعمل الحاجة الغلط هنا يخليها صح. هكذا ايضا في ايد ربنا ان ما يتصوره الناس حتى الشر انتم قصدتم به شرا، ولكن الله قصد بها خير. يا سلام عليك يا يوسف ونظرتك الحلوة، مفيش تبرم، مفيش سخط، مفيش غضب. يا رب يحصل كده زي الستات الجاهلات لما يتوفى عندهم حد ولا حاجة تقول له ما انا اللي بروح لك الكنيسة كل يوم. فتكلم كأحد الجاهلات زي امرأة أيوب. ولكن يا بخت الإنسان الروحي اللي يعرف ان ربنا في ايده كل شيء، ضابط الكل،
ضابط الكل، يحول الشر إلى إيه؟ إلى خير. لما كان يوسف ما راحش مصر، لا كانت مصر عاشت في المجاعة 7 سنين، وكان إخواته ماتوا من الجوع، وكانت مصر شافت الولد، وعيلته اليهود وإسرائيل كانت شافت الولد. ولكن ربنا ليه مقاصد، ليه مقاصد. أنا أتذكر إن أنا لما دخلت الحبس قعدت 48 ساعة تعبان، 48. أقول يا رب ده أنا اللي بحب المسلمين زي المسيحيين، وقلبي من أيام ما كنت مدرس وقبل ما أبقى مدرس يتهموني بالفتنة الطائفية البعيدة عن فكري وبعيدة، وعايزك لربنا كده زي يا رب أترمي الرمية السوداء دي. وبعدين ربنا كده وأنا واقف أصلي قال لي كلام جميل جدا. عارف بعديها إيه؟ رحت مسك في النضارة اللي هي الفتحة اللي في قلب الزنزانة، وقلت لهم سنفتتح كلية إكليريكية وداخلية في السجن، وسأكون أنا المدير بتاع الكلية، وهدرسكم تربية وعلم نفس وعهد جديد ولاهوت وألحان وترانيم، وتحول السجن إلى سنة. كنا نقف نصلي يا ولادي في السجن، عارفين قد إيه؟ مش أقل من 12 ساعة. ما نقدرش نعملها أنا هنا ودلوقتي. 12 ساعة صلاة وتسابيح ودراسات، حاجة بتفلح. وحول الله الموضوع إلى خير، إلى خير. ظنوا إن المسيحيين والمسلمين في الملاوي هيكرهوني أو هيبغضوني، جيت لقيتهم كله يحبونني أكثر من الأول أضعاف. الله ده شبه ربنا. آمن بإن في إيده مقاليد الأمور كلها. إن كنت أنت في إيده مش ممكن يخليك تهلك، ولا الشر اللي يسيبك يسيبه يروح محوله للخير. هكذا في حياة يوسف، أن يوسف الله كان ينجح طريقه. يقول الكتاب وكان يوسف رجلا ناجحا، وكل ما يصنعه ينجح فيه في يده كله. وبارك الرب بيت فوطيفار. في بيوت تحب تخدم، يضربوا لي تليفون يقول لي يا سيدنا مش عاوز اي خدمه، بس بيت محب مش قادرين يطيقوا، لازم عاوزين يخدموا. يا سلام لما كلفهم بحاجه كده قال لهم طب من فضلك يا مدام اعملي كده، يا سلام حس ببركه دخلت البيت، مش من مين ولكن من مين؟ من فوق. لأن بركة أولاد الله عجيبة. يقول لإبراهيم أباركك وأجعلك بركة. مش بس أباركك، لا وانت كمان تبقى بركة. كل بيت تدخل فيه تحصل نعمة وتحصل بركة. دي خدمة أولاد الله كده، خدمتهم كده. لما يروحوا في أي مكان الله يمجد اسمه في هذه الأماكن اللي هم عايشين فيها. ولما دخل السجن يقول لك وأعطى الرب نعمة ليوسف في عيني رئيس مدير السجن، وساب له كل حاجة. عجب على شغل ربنا لما يحب واحد من أولاده يديله كل حاجة. وبعدين في رئيس سقاء ورئيس خبازين، ورئيس السقاء حلم في عنقود 3، وبعدين عصر منهم وادى كاس للملك. ثاني حلم ب3 أسبتة، والسبت الفؤاني الطيور عمالة تاكل فيه. ويوسف أعطاه الرب موهبة تفسير للأحلام. قال له الأولاني أنت بعد 3 أيام هتروح وهيقف عنك وهتقف وتسقي الملك، بس تذكرني وقول له إن في واحد غلبان مرمي في السجن ظلما. والراجل الثاني خباز رئيس خبازين قال له انت هيتقطع راسك رقبتك والطيور وتصلب والطيور هتاكل لحمك بعد 3 أيام. وحصل بالضبط اللي قاله يوسف. والراجل رئيس السقاء عمل نسي
يقول الكتاب الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء، والاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر، لأنهم يعودون إلى إلى ترابهم ولا ينفعوا بنكلة. عجب يا رب، أما مين اللي نتكل عليه؟ مين الواسطة بتاعتي؟ يسوع. ليه؟ لما جيت لكم من هنا سنة 76 كنتش أعرف حد خالص هنا خالص، غريب. دخلتها مرة في اجتماع شبان في العذراء، مرة واحدة قعدت ليلة ولا كنتش أعرف حد، ولكن جيت حسيت ان ربنا وعدني. عارف مين الوصفة بتاعتي اللي كان هنا؟ المسيح الغني. ولقيت الناس جدا ما يحبوش يدفعوا ابدا، كرهوا الكنيسة سلبيات يا رب ما تعبها ابدا يا ساتر. وبعدين انا جيت اشكر ربنا اقول له ليه يا رب؟ قال لي بص لي، انا حرمتك من فلوس اوقاف كتيرة وحرمتك من كل شيء علشان عينك تبقى على. فوقفت وقلت لكم شعار ابويا ابويا غني. ابويا غني. واحد قابل واحد عند المركز وقال له المطران الجديد اللي جانا ابو غني قوي. قال له ايه؟ قال له عنده 3 عمارات في مصر الجديدة. قال له يا غبي ده بيتكلم على ابوه السماوي. قال له يا خبر. طب ابويا الجسدي لو كان عايش ولا هيديك شقة ولا هيديك حتى أوضة، إنما أبويا السماوي يديك. وقال في بيتي منازل كثير. الناس تحب الحاجات الجسدية، إنما أنا أبويا غني وتشددت بالرب وعمل معنا معجزات. أقول إيه يا رب؟ معجزات في الخدام والخادمات والمكرسين والمكرسات والمبن، كله شغل ربنا. يمين الرب معتزة قدرة بالقوة. يمين الرب رفعتني فمن أموت بل أحيا. يا سلام على الإنسان اللي يتكل على الله، يتكل عليه اتكال حقيقي. الرب يسنده وفي الضيقة يشدده، خصوصا الذي يعطف على الفقير. طوبى للإنسان الذي يعطف على الفقير في يوم الشدة ينجيه الرب ويقيمه من سرير وضعه. عجيب يا رب عجيب. تعالوا نمسك بقى موضوع النجاسة دي بسرعة حسب ما وقت الكنيسة يسمح لي. السبب في السقوط خطية دي ملهاش كبير. الخطية بتاعت النجاسة ملهاش كبير. راجل عجوز زي شاب صغير زي ست متجوزة زي بنت مش متجوزة، كله في ذئب في الداخل اسمه الجسد. فإذا ما كنتش قادر على إنك تكتمل بالنعمة يخونك. كل أخوان الآباء القديسين بيقولوا كده، إياك أن تأتمن جسدك. ولذلك أنا أشكر الله أن ما حدش من السيدات إطلاقا يطلع في الجناح بتاعي هذا إطلاقا. شوف إطلاقا، رغم إن كل اللي في الستات دول بناتي، وأنا راجل عجوز جد خلاص كلهم بناتي وإخواتي وحبايبي جد، إنما أبدا إطلاقا. شوف إطلاقا، لكي تبقى حياة الراهب راهبا وأليت ألايا زي الدير بالظبط. إذا ممنوع واحدة تدخل ألاية راهب، ممنوع واحدة تدخل ألاية الأنبا دي قاعدة أساسية. لا تأتمن جسدك. في أسباب للسقوط يا أولاد. أول سبب للسقوط الكبرياء، الألاطة. الولد اللي يعجب بجماله ويقف في المراية كده ويشوف حلاوته كده وهو حلق دقنه وبقى شيك قوي قوي ويلبس وجيه قوي، ممكن ده يتخبط حتة خبطة يضيع فيها. وهكذا البنت أيضا اللي معجبة بجسد تقع. مرة القديس العظيم الأب بطريوس لقى فخاخ وده بيقع ده فصرخ يا رب من يستطيع أن يخلص؟ فجاءه صوت السماء وقال له المتضعون. الغلبان المتضع
مسكين اللي تيجي البيت تبص له كده وتقول له انا بحبك، يقول لها دوري على حد غير ده، انا غلبان مسكين. او هو يقول لبنت من بنات الكنيسه انت جميله، تقول له اتكل على الله، ما باكلش بالكلام ده انما غلبانه ومسكينه، ابعد يا ابني عني، ابعد روح شوف لك واحده تاني. يا سلام، التفت الى معونتي يا رب يسرع وايه عين. ربنا بيظلل حوالين الغلابه والمتبعين يحميهم من السقوط. قديس ابو مقار مره راح في السوق يبيع السلال بتاعته، فواحد قال له انا ما خد اللي انت عاوزه بس وصلهم لي البيت. اتاري بنته عليها روح شرير، فراح خبط، طلعت البيت شافت ابو مقار، طلع عليها الشيطان وراح رازعه حته قلم، راح مديله التاني اتجنن. قال له صوم بتصوم واحنا ما بناكلش، سهر بتسهر واحنا ما بننامش، ولكن حرقتني يا مقارة. قال له بايه؟ قال له بالارتباط بتاعك. يا بخت المتبعين. النقطة الثانية في شهوة الجسد هي الأكل والنهم والطرف والدلع. الواد اللي عمال يتدلع ويقوم السرير ده ينام على السرير ده، وامه تقول له يا ابني ده الساعة بقت 11 الظهر، قوم يا سيديني يا حبيبي، ابن ماما فعلا وحبيب ماما، وماما بتطبطب عليه ومطلعاه ابن ماما، والواد اخد على ماما ويعيش، وتبص تلقاه يوم ما تجيله الشهوه يقع مش مسنون. زي داود ساب الجيش، ساب الحرب للرب، ساب كل حاجه وقعد ياكل ويتنعم ويحط كولونيات وعطر داخلي ومش عارف ايه وهيص نفسه وبتاع، وطلع على فوق يشم الهواء ولقى واحده بتستحمى، قعد يبص لها ويغزلها، وبعدين طلبها وقتل جوزها. اخص عليه. والرب بقى صعب عليه اولا. يقول لك ايه؟ شوف الكتاب يقول ايه: لما سكت، ده فيها آية عجيبة على ازاي لما سكت بليت عظامي من زفيري اليوم كله. بقى قاعد يعمل كده خطي الخطية دايس على قلبه وعلى ضميره. يدك ثقلت علي نهارا وليلا، وتحولت رطوبتي إلى يبوسة القيظ. قلت أعترف، أيوة، قلت أعترف للرب بذنبي، أنت رفعت أسام خطيئتي. راح بعت له نسان واعترف وتاب. أول نقطة الكبرياء، ثاني نقطة الأكل والنهم. النقطة الثالثة المكان. الشاب اللي يبقى في ثالثة ثانوي وفي صاب الشارع بتاعه حارة كده اسمها مش عارف حارة ايه ببلاوي، والبلكونة بتاعته في وش بلكونة اللي قصاده، والبنت اللي قصاده دي معجبة بنفسها قوي، تغيب تتلعب كده، وهو سايب المذاكرة وقاعد. اول ما يشوف امه يبص كده، امه تمشي يبص كده، يا ابني يا اخويا، وبعدين تبص تلقاه هي اصلها انزلاق تدريجي شويه بشويه يقع ويطب ويضيع. مره واحده كانت بتعكس احد القديسين، قعدت تعكس وبعدين بص لها كده، لا انا عاوز منك خدمه. قالت بس، وقع. قال لها عاوزك تبعتي لي طين وطوب عشان اقفل الشباك اللي بيوريني وشك. يقول لك فتابت البنت. انا عجبني قوي القديس ده، زي الواد اللي كان عندنا زمان وانا في مريمينا، وقال لي يا استاذ فلان، كنت شماس مكرس في الكنيسه، هي بنت قصادي بتتعبني قوي وتوريني مفاتن جسمها. قلت له بس اول ما تروح تقفل الشباك وتجيب مسمار كبير كده
وتروح عامله ودب بدب بدب عشان ما تفتحوش تاني. راح البيت وجاب المسمار ويدب، وامه تقول يا لهوي الازازه هيتكسر اللي مش عارف. قال لها اسكتي اسكتي. وكانت النتيجه ان الرب رفع عنه الحرب وتاب وبقى حاجه حلوه وبقى خادم في مدرسه قاعد في الكنيسه. المكان اهرب. عارف لو يوسف وقف في المكان وقعد يقول لها بلاشي بلاشي معلش النوبه دي يا اخويا، طيب هي هتضغط وهو ايه هيضعف لغايه لما يوم من الايام تبص تلاقيه انزلق. لكن هنا بقى الهروب الجريء، الهروب الشجاع. في واحد من الشبان مره بعت لي سؤال في ندوه العفه وقال لي الهروب ده مش جبن. قلت له لا مش جبن، ده شجاعه، لان في عدو ايه في الداخل. طوبى للانسان اللي يهرب من مكان الخطيه، ده الرب ينظر الى مسكنته وينجيه. عصرة العين، لذلك بيتنا تلوثت النهارده، تلوثت. تسمعوا على خطف البنات، تسمعوا على الزنا والنجاسة اللي بقت في الشوارع من التلفزيون. في أفلام جنسية بتيجي من بره، من بيروت ومن مش عارف منين ومن شارع الهرم والبيوت. لمرة بنت خادمة في مصر كنت أعرفها وهي عيلة صغيرة في كلية الطب قبل ما تدخل كلية الطب، واتجوزت وجابت عيلين. هي وجوزها كانوا بتوع الصلاة. وبعدين في يوم من الأيام واحد ضحك على جوزها وقال له خد الفيلم ده الفيديو وشوفه. وشافوه وبصيت لقيتها بتتصل بيا في بيت المرحوم أخويا وبتعيط. مالك يا بنتي؟ قالت لي انت عارفني؟ قلت لها ايوه فلانه الدكتوره واللي جوزي كذا واللي بتخدمني في مدارس الاحد. قالت لي ده انت عارفني كلها. قلت لها تعيط. قالت تلوثت افكارنا، تنجست عيوننا يا سيدنا، انني اصبحت لست في العفه بتاعت زمان. لما شفت الوساخه والزباله ريحه بكابورت طلع عليها ومش قادره. قلت لها ما فيش غير انك تروحي لأب اعترافك وتعترفي وتاخدي عقوبة، وأنا أديك عقوبة 3 أسابيع حرمان من التناول وتضربي البطاريات وتقول التفت إلى معونتي أسرع وأعني. العلاج، في بعض الناس بيسقطوا، وجايز في المجموعة اللي حاضرة حد واقع في الخطية دي. أول حاجة أحب أطمنه عليها إن المسيح مستعد يقبل الولاد لو تاب. سئل الأنبابي من القديس في وادي النطرون هل الله يغفر للزاني أو الزانية؟ فقال لهم إذا كان المسيح قبل وقال اغفر لأخوك 77 ألا يقبل هو أيضا؟ إن كل الذين يأتون إليه يقبل توبته. التوبة تجعل الزنا بتوليين. اسمعوا الكلام ده، التوبة تجعل الزنا بتوليين. يا ريت النهارده إذا كان حد واقع في الخطية دي اللي بتلوث الجسم وتعسر الآخرين وتقضي على عفة النظرة والحياة، حلاوة العشرة مع ربنا، الليلة دي روح يا ابني وعيط لك دمعتين، تعال لابونا وابتدي تناول وحياتك تتغير. في مخافة ربنا كمان مهمة. قال لك كيف أفعل الشر العظيم وأخطر قدام مين؟ لو ربنا. دخلت مرة على واحد من أولادي كان طالب في كلية الطب، وبعدين لقيته حاطط على المكتب جمجمة. قلت له دي في التشريح ولا في ايه؟ قال لي لا، ده لما خلصت انا دلوقتي خلصت البكالوريوس وانا لقيت دلوقتي امتياز. طب وحطيتها دي ليه؟ قال لي اصل يا سيدنا لما يحاربني فكر الشهوه اقول اهو كان المرحوم كان راجل قد الدنيا وكان شوف النهارده الجمجمه بتاعته اهي
حتة عظمة وريحتها ملتنة، ولولا ان احنا حطينا في الفورمالين ما كانش حد يطلع. وفي واحد من الاباء الرهبان جت له الحرب الجنسية وتعب، عارف عمل ايه؟ ده حتة جبار، راح لجحر بتاع ضبعة، انتوا عارفين الضبعة متوحشة افظع من الاسد، وراح نايم في الجحر وقال ايه؟ اموت بالضبعة ولا اموت بالنجاسة والشر. جت الضبعة شمت حواليه كده هو، لقيت دموعه وتوبته فبقت تلحس له في رجليه وبقت تنام جنبه، وعرف ان الرب قبل توبته. مخافة الله، اللي يحط مخافة الله قدامه لا يسقط. الاخت اللي متجوزه وعينها زيغه مسكينه، جسمها ده هيولع بالنار، النار الابديه التي لا تطفأ. يقول لك ونصيبهم البحيره ايه؟ المتقده نار. يسترها ربنا علينا وعلى كل شعب من الخطيه النجاسه دي. اخر نقطه عايز اتكلم عليها هي الشبع. لما الواحد يشبع بالمسيح ما يجريش ورا الزباله. طب تعالى ادعيك كده هو الحفله وتاكل تورت وتاكل ديك رومي، ما اظنش انك تروح تدور على صفيحه الزباله اللي فيها حاجات معفنه وتاكل منها، لانك ايه؟ شبعان. فالذين يشبعون بالمسيح في الانجيل وفي الصلاه وفي التناول يبصوا بشهوه الجسد ان لا قيمه لها. عفا يحكى ان القديس ماري جرجس الذي كان قلبه مملوء شبعا بالمسيح قالوا احسن حاجه نخليه يسجد للاصنام ندخل عليه بنت زانيه. فدخلوا عليه البنت دي في الاوضه وقعدت تدعبه، فهو بص للحيطه وقعد يعيط. قلت له بتعمل ايه؟ الله بصرخ لالهي ان يتوبك لانك رايحه جهنم ورايحه في النار. قالت له من هو الهك هذا؟ اله يسوع الناصري. وقعد يبشرها فتابت وتعمدت. ولذلك تلقوا صوره ماري جرجس يبقى على الحصان ورا البنت ماسكه فيه، هذه دي. واحيانا ما يخلوش البنت ماسكه فيه على الحصان، يخلوها واقفه على البر بتاع النيل، اشاره الى انه استطاع انه مش بس يكسب خلاص نفسه وكسب خلاص البنت. كثيرون جاهدوا وانتصروا ليتكم تتشجعون. يا لما النفوس بتجاهد. يا ما شفت في بلاد اوروبا بنات وولاد ملائكه وقديسين ورهبان وراهبات، ونحن عندنا ايضا هذا شبان وشابات لم يتنجسوا ولم ينجسوا ثيابهم. احفظنا يا رب الى يوم مجيئك بلا تناس، حتى عندما مجيئك نكون بلا لوم ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة. للثالوث الأقدس كل مجد وكرامة وعز وسلطان إلى الأبد آمين. آمين. الدين ويستهديك يوكل عشق أبوابك للملائكة فسعى الدنيا والعالم بالعزل والقوم والجهاد ضد الأساس والجهد من ذكرنا وسلم يسعى والذكر ثم ذكر والجهد بعد الجهد ومن تنزل العهد مسعى مستحقين أن ندعو لك قائلين بالشكر يا أبانا الذي في السماوات. والآن محبة الله لا يرضى في كل نعمة الابن الوحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. انظروا سلام
سلام الرب مع جميعكم. مرة خيرا.